احسنتي. تعالي يا منى. روحي اقعدي يا منى معه. ليكي عشان برجع عبيسي ما كان يرفع. رفعت راس هيك بهالطريقة كان على طول راسه ما في توازن. ما عجبك هذا؟ رسم واحد جديد؟ بس شو نرسم له عين؟ معهد المميزون هو معهد يعتني بذوي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا المعهد برعاية منظمة شاين. هدف المعهد تمكين ورفع مستوى مهارات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا الفئات اللي نحن بنستقبلها هي الفئات ذات الإعاقات الحركية مثل ضمور الدماغ، شلل دماغي، الإعاقات العقلية، متلازمة داون اللي هي بالمصطلح الشعبي منغولي، التوحد، اضطرابات السلوكية، اضطرابات نطق ولغة. ومثل ما قلت لكم هدف المعهد من رفع مستوى مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع إلى حد ما. بس على فكرة وسام كمان كان أصعب. شو رسمنا؟ يلا سجلي يا رياض. لا عيب يا رياض ما بيزبط. برافو عليك بطل. بالمجالات اللي بنعلمهم اياها مجالات المهارات الاستقلاليه، لان في عندنا اطفال كثير ما بيقدروا مثلا يخدموا نفسهم بنفسهم، يعني بدهم مين راعي لحاجاتهم. من كمان المهارات اللي بنعلمهم اياها المهارات الاجتماعيه، يعني في اطفال مثلا ما بيعرفوا كيف يستأذنوا قبل الدخول، كيف مثلا يلقوا التحيه الى اخره من المهارات الاجتماعيه الاوليه. مثلا بنتدرج كمان في عنا المجالات التواصل اللي هي مجال النطق اللغة. في أطفال غير ناطقين بنحاول إنه نحط لهم برنامج. طبعا كل هالأمور هاي بنحاول نعلمهم. في أطفال حالاتهم خفيفة من الإعاقات مثلا التخلف البسيط أو من صعوبات التعلم، هدول ممكن في لهم برنامج خاص، برنامج أكاديمي خاص. كل الأطفال اللي عنا الموجودين اللي عنا كل طفل في له خطة ومنهاج خاص فيه له يتناسب مع مهاراته وقدراته والحالة اللي هو فيها. شو اسمه؟ تم. لا هذا التم. هاي عين. برافو عيديها مرة ثانية. عين. برافو شطورة. بالبداية كل طفل بيجي لعنا غير متقبل للمكان، أكيد الطفل الطبيعي بيصير معه هيك، فما بالك الطفل اللي عنده مشكلة فبيجي لهم غير قادر. في أطفال غير قادرين إنه ينفصلوا عن أمهاتهم، مثل حالة طفلة سيما في عنا كانت غير قادرة نهائيا إنه تنفصل عن أمها. أول جلستين ثلاثة كانت الأم ترافق بنتها عنا هون بالمعهد، بعدين شوي شوي صرنا نعلمها كيف بالبيت تنفصل عنا بشكل تدريجي، وشوي شوي صرنا نجيبها لعنا وتأقلمت مع الوضع. تمام. هاي بمجال فقط انه مجال واحد انه كيف تقدر تنفصل عن امها فقط. لكن هي الطفلة تطورت اكثر من هيك، انه صارت تتلقى الاوامر، تستجيب للاوامر، صارت تحاول الى حد ما تعتمد على نفسها. يعني الطفلة كان كل شيء مثلا اهلها مهيئي لها اياه، يعني من قبل ما تقول بدي هالشغله فورا يهيئوا لها اياها. هي لا، هلا صارت تحاول انه مثلا تضب اغراضها، تاكل لحالها مثلا، صارت تحاول تساعد امها بترتيب البيت. يعني بخلال هالشهر فقط، هذا نحن لنا شهر وشوي، شهر كم يوم بس. يعني الطفلة الحمد لله رب العالمين صارت متأقلمة بوضع المعهد. حتى بمجال النطق كان كلامها غير مفهوم، كان لاحظت انه في كم كلمة عم تحاول تقوله.